فضيحة في تدريبات نادي الزمالك أخفاها الإعلام المصري المتزملك. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. نقلا عن موقع القاهرة الرياضي، النهاردة حصلت فضيحة كبرى في تدريبات نادي الزمالك، فضيحة العيد اللي أخفاها وكتم عليها الإعلام المصري المتزملك. اللاعب شتم مدربه بأفظع الألفاظ أمام أعين وأنظار الجميع في ملعب التدريب الخاص بنادي الزمالك. الحكاية بدأت بمشهد تواجد فيه يوسف أسامة نبيه وأخوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد. خوان كارلوس أوسوريو كان بيدي بعض التعليمات الفنية ليوسف أسامة نبيه، لكن يوسف أسامة نبيه ما عجبوش الطريقة اللي كان بيستخدمها أوسوريو في التدريب، فابتدى يشوح بإيده ويعلي صوته وينادي على مدحت عبد الهادي ويقول له انتوا جايبين لنا واحد هيعلمنا نباص ازاي؟ ايه القرف ده يا كابتن؟ طبعا الكلام ما كانش مفهوم لاخوان كارلوس أوسوريو، وده اللي خلاه يستدعي المترجم الخاص بتاعه عشان يترجم له اللي بيحصل. ولكن تدخل مدحت عبد الهادي وقال للمترجم اوعى تقول له حاجة، هنا لاحظ أوسوريو ان في حاجة غلط بتحصل، فانسحب تماما من المشهد واخد كرسي وقعد بعيد لوحده. مدحت عبد الهادي ابتدى يعنف في يوسف أسامة نبيه ويقول له ايه اللي انت عملته ده؟ رد عليه يوسف أسامة نبيه وقال له انتم كلكم هتعملوا علينا مدربين هنا ولا ايه؟ والامر تطور بينهم وتحول لفضيحة كبرى في تدريبات نادي الزمالك. تدخل اللاعبين على الفور ومعاهم محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، واخدوا يوسف أسامة بعيد عن المران، وتوجه اللاعب لسيارته وغادر النادي تماما. وحتى الآن مدحت عبد الهادي ينتظر قرار أمير مرتضى منصور مع اللاعب.